بعجينة واحدة بس هنعمل منها صنف حلو وصنف حادق. هنعمل منها بيني بيتزا زي ما انتوا شايفين حلوة ازاي وجميلة، وكمان هنعمل قوارب البيتزا. وكمان الحلو معانا النهاردة هي نوع حلو بناكله في بيتزا هات اسمه زينا بارتس، ومعروف اكتر بالمونكي بريد. وهي كرات بالقرفة، جميلة جدا وسهلة وسريعة. وكمان هعمل معاكم في الفيديو ده الصوص الكراميل بطريقة اقتصادية وسهلة برضو وجميلة قوي، وهنقول لكم ازاي تقدروا تحتفظوا بيه لأطول فترة ممكنة. بس قبل ما اكمل الفيديو حابه افكركم، لو انتوا اول مره تشوفوني انا الشيف رولو ودي قناتي، بتمنى تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو. ويلا بينا نشوف هنعمل وصفه النهارده ازاي. يلا بينا. طيب بالنسبة للعجينة اللي انا عملت بيها كل الوصفات دي، هي عجينة ال10 دقايق. انا عملتها معاكم فيديو قبل كده، هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، وهيظهر كمان في اخر الفيديو بتاع النهاردة. اختصارا للوقت ما كانش ينفع ان انا اعمل العجينة في نفس الفيديو بتاع النهاردة. طيب اول حاجة هنعملها هي الميني بيتزا. الحشوة اللي انتوا حابينها بتقدروا تستخدموها. انا هنا استخدمت فلفل رومي مكعبات، وكمان عندي هنا قطع من السوسيس، وعندي الزيتون بتاع البيتزا. حطيت عليهم معلقة صغيرة من الزيت، وقلبتهم كويس مع بعض علشان الفلفل الرومي ما ينشفش معايا وهو جوه الفرن. وادي شكل العجينة بعد ما خمرت. هجيب صينية واحط عليها ورق الزبدة، هكون دهنها زيت عشان ورق الزبدة يلزق معايا، وهرش رشة من الدقيق على ورق الزبدة. ليه؟ لان انا بحب العجينة بتاعتي تكون طرية قوي، فبخليها نوعا ما تكون بتلزق. هدهن ايديا بالزيت عشان اقدر ان انا اتحكم في العجينة. بس بلاش تعملوا انتوا الخطوة دي، لان اللي بتلزق بتبقى صعبة قوي في طلوعها من الصينية، بتاخد وقت وممكن تتقطع مني. فيفضل ان كنتوا تخليها نوعا ما واخدة نسبة كويسة من الدقيق. طيب هكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واضح في الفيديو. وبعد كده هبتدي ان انا باي كوباية، هبتدي ان انا اضغط على الكورة بتاعتي علشان اعمل تجويف فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هبتدي ان انا بايدي ان انا افتحها زي ما انتوا شايفين وظاهر معاكم في الفيديو. طبعا انتوا ممكن تستغنوا عن الورق الزبدة، تدهنوا بس الصينية زيت كويس قوي وتحطوا الميني بيتزا عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بس انا حبيت اجرب على اساس ان هي ممكن تطلع معايا بسهولة، لان انا مخليه العجينة بتلزق. وهوريكم في اخر الفيديو هي طلعت معايا عاملة ازاي بعد ما بططها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا احاول ان انا اخلي سمك ارتفاع من الجناب. هجيب بقى الشوكة واعمل فيها اخرام علشان ما تنتفخش معايا من النص. وبعد كده هبتدي ان انا احط الصلصة بتاعة البيتزا، وانا عملتها معاكم قبل كده. هحط لكم برضو اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. لو انتوا ما عندكوش الصلصة ممكن تدهنوا مثلا كاتشب وتحطوا رشة من الزعتر عليه، بيدي طعم وبيفرق في البيتزا، بيدي طعم حلو قوي. فزي ما انتوا حابين، ممكن لو متاح الصلصة او الكاتشب اللي انتوا عايزينه ممكن تعملوه. بعد كده هحط الحشو بتاعي، واحاول ان انا ازود الحشو شويه علشان لما هتنتفخ ما تبقاش كلها عجين وما فيهاش حشو. واحط الجبنه الموتزاريلا، اي نوع جبنه عايزين تحطوا، جبنه رومي شيدر موتزاريلا، اي حاجه انتوا حابينها. هتدخل بقى الفرن درجه حراره عاليه، ويكون طبعا الفرن متسخن مسبقا قبلها ب10 دقايق. هدهن الاطراف بالزيت دهنه خفيفه او بالصلصه اللي عندي، وابتدي ان انا احط حبه البركه مع السمسم اللي عندي هنا هو سمسم متحمص، وادخلها الفرن على درجه حراره عاليه. عايزه اوريكم بس من تحت عملت ازاي. للاسف هي لزقت جامد في ورق الزبده، فكان بالنسبه لي عدم وجود ورق الزبده كان بالنسبه لي افضل. وكنت طلعتها بعد كده بالمعلقه اللي هوريها لكم، اللي هي دي المعلقه دي هتبقى اسهل لو انا ما حطيتش ورق الزبده. طيب نيجي بقى نعمل ليه قوارب البيتزا. طيب بالنسبه للحشو اللي انا هحشي بيه القوارب، فانا عامله خليط بين اللبنه والجبنه الرومي المبشور. طبعا زي ما قلت لكم اي حاجه انتوا حابينها. عايزه اتكلم معاكم شويه بالنسبه للبنه. اللبنه لو انا جايباها من بتاع الجبن سايبه كده، مش اللي هي المعلبه اللي بيبقى فيها مده تاريخ صلاحيه وحفظ، فدي انا طبعا بشيلها في الفريزر، لان هي ما بتقعدش في التلاجة اكتر من 3 ايام وبعد كده بتبوظ.
لما بتخرج من الفريزر فبتدي ان هي بتسرد ميه كأن بتنزل الشرش بتاعها وبتفك من بعضيها. فببتدي ان انا اخدها بعد ما تفك خالص واحطها في مصفى تكون ضيقة واصفيها كويس من المية اللي هي فيها، بترجع تاني زي الاول زي ما كانت. عشان في ناس سألتني ازاي اقدر احتفظ باللبنة في الفريزر وهل بتتغير بعد كده شكلها ولا لا. زي ما انتوا شايفين طريقة عمل القوارب بتاعة البيتزا، اتمنى انها تكون واضحة معاكم في الفيديو. انا ما حطيتش ورق زبدة المرة دي، حطيت دهنت الصينية زيت كويس قوي ورشيت عليها رشة من الدقيق، وده عشان عاملة العجينة بتلزق، فانتوا ممكن تزودوها دقيق بس انا بحبها طرية جدا فعشان كده بقى عملتها بتلزق قوي. بعد كده هبتدي ان انا احط القوارب، ونفس التسوية بتاعتها هي نفس تسوية الميني بيتزا على درجة حرارة عالية في الرف في النص لحد لما بتاخد لون من تحت، وبعد كده بقيد عليها الشواية. بس مهم جدا سواء في الميني بيتزا او القوارب بتاعة البيتزا بعد ما بيخرجوا ببتدي ان انا اغطيهم علشان يفضلوا طراي معايا لأطول فترة ممكنة. حطيت بعد ما حطيت الجبن زي ما انتم شايفين حبة البركة تدي طعم حلو جدا جدا مع الجبن، وبعد كده دهنت الأطراف بالزبدة وممكن تدهنوها بالزيت علشان ما تنشفش معايا. ودي بقى شكل القوارب بعد ما طلعت من الفرن وبعد ما غطيتها. عايزه اقول لكم جميله وطريه وطلعت معايا بمنتهى السهوله، اسهل لما حطيت الورق بتاع الزبده. مش قادره اوصف لكم قد ايه طريه وقد ايه جميله، فعلا لازم تجربوها. طيب نيجي بقى للصنف الحلو بتاعنا واللي هي كرات القرفة او السينابارتس. عندي هنا الطاسة بتاعتي او الصينية اللي هدخل فيها الكور بتاعتي، هحط فيها زبدة بس ما لهاش زيت، وممكن ان انا احط معلقة زيت علشان ما تتحرقش مني وانا بسيحها، وعايزاها تكون دافية ما تكونش سخنة قوي. وهجيب البولة فيها زبدة، وكمان احطها من الزبدة على الخليط بتاع السكر والقرفة. كل معلقة صغيرة من القرفة عليها 3 معالق كبار من السكر. لو حابين القرفة تكون زيادة عن كده زي ما انتوا حابين. السكر اللي انا استخدمته هنا هو السكر الناعم المطحون، مش السكر العادي. السكر العادي بينشف لي العجينة لانه بيتكرمل بسرعة جدا، فبينشف لي العجينة وبتكون قاسية قوي. وهنا العجينة بعد ما خمرت ما ينفعش ان انا ادخلها الفرن غير لما تخمر. ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، دي تسويتها بتختلف عن البيتزا، وبسيبها لحد لما تستوي. بعد ربع ساعة بدخل اعواد الشوي، لو ما طلعتش معايا عجين يبقى هي استوت. بعد كده بقيد عليها الشواية ويبقى كده استوت معايا، وبرضو بغطيها زي البيتزا بالظبط. وبعد كده بقلبها وابتدي ان انا احط عليها الصوصات زي ما انا حابة. نيجي بقى نعمل الكراميل. حلة على النار احط فيها كوباية من السكر المعيار المج العادي، وعلى نار هادية خالص، معليش النار، اسيبه لحد لما يبتدي يتكرمل، واقلبه كده تقلبتين. اول لما يبتدي يتكرمل واروح طافية على طول، واحط معلقة كبيرة من الزبدة، قطعة من الزبدة ما يعادل معلقة كبيرة. طبعا لازم اطفي النار لانه هيكمل التسوية وانا مش عايزاه ان هو يمرر معايا. بعد كده هحط رشة من فانيليا السكر علشان ما يكونش مرر معايا وتدي طعم حلو قوي. واكون محضرة كمان كوباية من اللبن بدرجة حرارة الغرفة او ساقع مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان يكون الحليب المعلب مش الحليب بتاعنا العادي. هبتدي بقى ان انا اقيد النار على نار هادية علشان يدوب معايا اللبن مع الكراميل اللي انا عاملاه. لو انتوا عايزين الصوص يكون تقيل ومتماسك قوي، فبنحط معلقة كبيرة من النشا مع معلقة كبيرة من المية، ادوبهم لوحدهم على جنب، وبعد كده هنزلهم على الخليط بتاعي. بس انا كنت عايزاه سايل شوية، مش عايزاه يكون جامد، فانا اكتفيت بكده. وحطيت مكعب كبير من الشوكولاتة البيضاء، بيدي طعم حلو قوي للكراميل. مكعب او مكعبين زي ما انتوا حابين الشوكولاتة البيضاء الخام. بعد كده هبتدي ان انا اجيب الهاند بلندر وهو دافي شوية، وابتدي ان انا اضربه. يعني هسيبه لحد لما يبرد ويبقى دافي واضربه كويس بالهاند بلندر. وادي الكراميل بتاعي بعد ما ضربته بالهاند بلندر. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو قوي وجميل. الاحتفاظ بيه بقدر احطه في الفريزر
واطلعه وقت ما انا حابه على النار هاديه، اقلبه كده لحد ما يتجمع تاني، وبعد كده اشيله في التلاجة بيرجع زي الاول وجميل، واقدر استخدمه زي ما انا حابه. طيب تعالوا نعمل صوص ابيض من غير بقى كريمه ولا جبنه ولا اي حاجه، حاجه كده سهله وسريعه. عباره عن ايه؟ سكر ناعم ولبن بس، مفيش اكتر من كده. الكميه زي ما انتوا حابين، بحط مثلا 3 معالق كبار من السكر المطحون الناعم، وانزل لبن، وبرضه بستخدم اللبن المعلب وبيكون ساقع. زي ما انتوا شايفين بنزل نقطه نقطه، نقطتين نقطتين، واقلب كويس قوي لحد لما السكر يبتدي ان هو يدوب معايا. اللي هو الصوص ده بيتعمل افضل بالايسنج شوجر، مش اللي هو السكر الناعم، لا ايسنج شوجر. ده بيبقى فيه جزء من مخلوط بيه بياض البيض. فطبعا ما فيش، انا لو مش متوفر عندي الايسنج شوجر فممكن نعمله بالسكر الناعم العادي. وزي ما انتم شايفين الصوص جميل قوي، وما خدش مني اكتر من معلقه صغيره من اللبن. ادي بقى السينابارتس بتاعتنا بعد ما غطيناها، طبعا بقت طريه جدا، ولازم جدا ان انا اكد على خطوه ان انا اغطيها، احاول ان انا اظبطها كده من الجوانب، هي هتطلع معايا بمنتهى السهوله. وبعد كده هجيب الطبق التقديم بتاعي وهقلبها زي ما انتوا شايفين، وابتدي ان انا احط عليها الصوص وازينها زي ما انتوا حابين. لو انتوا حابين تستخدموا نوتيلا او صوص شوكولاته زي ما انتوا حابين، انا اكتفيت بالكراميل وكمان الصوص الابيض اللي انا عملته معاكم. حابه اقول لكم ان كنتوا كمان ممكن لو حابين تحشوها شوكولاته من جوه هتبقى حلوه جدا، وهيبقى ميكس جميل قوي. تبقى الشوكولاته اللي هي المكعبات اللي هي بتتاكل العاديه، او ممكن نجيب شوكولاته اللي هي النوتيلا، بنفرد على ورق الزبده ونعمل احجام صغيره، مكعبات صغيره من الشوكولاته، وندخلها الفريزر تجمد، وبعد كده نحشي بيها الكورات بتاعتنا علشان ما تتحرقش جوه الفرن، وتبتدي انها تبقى جوسي وطرية لما تستوي الكور بتاعتنا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم. متنسوش تدعموني بلايك وكومنت وشير الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.